مستر كرابس غرز عينيه جوه جسم واحد من الزباين. كان فاكر ان بلانكتون مستخبي جواه، لكن في الاخر طلع كل عظم الزبون بره، حتى السمك اللي لسه طالع من البيضه. مستر كرابس افتكر انهم بلانكتون متنكرين، على طول طرد الكل بره، وتصرفاته بقت اغرب واغرب، مع ان كل حاجه في مطعم كريستي كراب كانت طبيعيه. بس هو كان مقتنع ان بلانكتون اكيد هيجي يسرق وصفه الكرابي باتي النهارده. استنى كتير ومفيش اي حركه، فمستر كرابس قرر يحط الوصفه السريه بتاعه الكرابي باتي في اوضح مكان علشان يصطاد بلانكتون، لكنه استنى لحد الليل ومفيش حاجه حصلت. واول ما مستر كرابس كان هيستسلم، اكتشف ان الوصفه فعلا اختفت. على طول كريستي كراب دخل في حاله انذار من المستوى الاول. المطعم كله اتغطى بالحديد واتحفر تحت الارض، وكل المداخل والمخارج اتقفلت. لكن في الاخر طلع ان الوصفه اخذها باتريك. كان فاكر ان الازازه فيها كاتشب. الزباين كانوا عاجزين قدام تصرفات مستر كرابس، اتعهدوا انهم عمرهم ما يرجعوا للمطعم تاني. بس مستر كرابس ما اهتمش خالص. علشان يحمي وصفه الكرابي باتي ما راحش بيته حتى، بالعكس قعد مستخبي جوه المطعم متنكر على شكل لوح خشب في الارضيه. تاني يوم الصبح مستر كرابس كان فاقد عقله خالص. اي زبون يدخل يشوفه بلانكتون، وحتى سبونج بوب وسكويدورد افتكر انهم جواسيس مبعوتين من بلانكتون. طرد الكل من المطعم، وكمان قفل كريستي كراب بسلاسل ضخمه. بقى مجنون اكتر واكتر، اي حركه كانت عنده معناها ان بلانكتون جاي. فر على السطح وهو ماسك الوصفه، وهناك لقى ان اقرب الناس ليه تسللوا كلهم عند مطعم شامباكت، فافتكر ان الكل خانه، وساعتها زعل جدا. في اللحظه دي سبونج بوب جه عند كريستي كراب، قال لمستر كرابس ان بلانكتون خطف سكويدورد ولازم ينقذه باستخدام الكرابي باتي. لكن مستر كرابس كان متاكد ان دي مؤامره من الكل مع بلانكتون علشان يضحكوا عليه وياخدوا الوصفه، ووقتها فكر في خطه ينتقم بيها من الجميع. دخل المطبخ وعمل عدد كبير من الكرابي باتي وحط جواهم قنابل، وبعدها أخدهم وراح بيهم على مطعم شامباكت. بس أول ما دخل هناك اكتشف إن الكل محضر له مفاجأة. طلع النهارده هو ذكرى أول مرة بلانكتون حاول يسرق فيها الوصفة السرية. المنظر ده أثر فيه جدا، لكن المشكلة إن الباتيز اللي فيها قنابل كان باتريك وزعها على الكل بالفعل. مستر كرابس اتصدم لما شاف كده، جري بسرعة وخطف الكرابي باتيز من الناس.